هل سمعت من قبل عن عيد البقبشة أو عيد البقيشة؟ طقس غامض يمارس في سرية تامة، تحيط به الكثير من الشائعات والقصص المثيرة للجدل. يقال إنه يحتفل به في بعض الطوائف في سوريا مثل النصيرية والمرشدية، ويحمل في طياته طقوسا دينية واجتماعية غريبة ومثيرة للدهشة. زنا محارم، بل هو أشد وأدهى. فما هي قصة هذا العيد، ولماذا يحيط به كل هذا الغموض؟ لكن القصة لا تتوقف هنا. خلف ستار هذا العيد تختبئ أسرار غامضة عن طائفة المرشدية انبثقت من رحم الانشقاق، وحملت تاريخا مليئا بالصراعات. من هو سلمان المرشد؟ هل هو نبي أم إله أم ماذا؟ وما قصة هذه الطائفة التي تسكن في جبال سوريا؟ وكيف استغلهم حافظ الأسد وقتلهم رفعة الأسد؟ ولماذا هم مكروهين من الشيعة والسنة والعلوية؟ دعونا نبدأ من العيد السعيد. عيد البقبشة يعتقد أنه احتفال خاص بطوائف مثل النصيرية والمرشدية، وهو مرتبط وفق الاعتقاد بميلاد المهدي المنتظر. يحتفل به في يوم محدد من السنة، ويتخلله الرقص والدبكة وتوزيع الحلويات في أجواء تبدو عادية في البداية، لكن الجزء الأكثر إثارة للجدل يبدأ عند حلول الظلام. مع منتصف الليل يطفأ النور تماما في صالة مغلقة حيث يمنع دخول أي ضوء. تبدأ البقبشة، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى لقاء عشوائي بين الرجال والنساء في الظلام. الفكرة الأساسية هي أن أي ذكر يلتقي بأنثى يجب عليه ممارسة العلاقة بغض النظر عن العمر أو العلاقة بينهما. ربما تصدف امرأة ستينية مع شاب عشريني أو العكس، حسب كل شخص وحظه. في حالة الرفض قد يعتبر الشخص ملعونا دينيا، بل ويهدد أحيانا بالإقصاء أو العقاب. يعتقد المشاركون في هذا الطقس أن أي مولود ذكر يولد نتيجة لهذا الاحتفال يعتبر مباركا، يتم تربيته بطريقة خاصة حيث يصبح مع بلوغ 40 أحد رجال الدين الذين يطلعون على أسرار الطائفة وتعاليمها الخفية. أما إذا كان المولود أنثى فستعيش حياة طبيعية دون أي امتيازات خاصة. يروي البعض قصصا تظهر الجانب المثير للجدل من هذا العيد، مثل القصة المثيرة لأحد المشاركين الذي أراد معرفة هوية شريكته خلال الطقس، فقام بلسع يدها بسيجارة. في اليوم التالي اكتشف أنها كانت شقيقته، لكن المفاجأة كانت أن الأمر مر وكأنه طبيعي دون أي استنكار. هذه الطقوس إذا صحت تثير الكثير من التساؤلات حول الأخلاقيات والمعتقدات التي تقف خلفها. هل هذه الطقوس فعلا جزء من دينهم، أم أنها إضافات شعبية تشوه العقيدة الأصلية؟ وأنت، هل تعتقد أن مثل هذه الطقوس تمارس فعلا، أم أنها مجرد مبالغات وشائعات؟ سواء كان حقيقة أو مبالغة، يظل واحدا من أكثر الطقوس غموضا وإثارة للجدل في تاريخ الطوائف الدينية. ربما تكون بعض هذه الممارسات مجرد قصص ملفقة تهدف إلى تشويه صورة الطائفة، أو ربما تحمل جذورا حقيقية تحتاج إلى دراسة أعمق، أو ربما نحتاج بعض الشهادات الحقيقية من أهل المنطقة في سوريا أو بعض المرشدين الذين انشقوا وخلعوا طائفتهم. بدأت الحكاية في الربع الأول من القرن الماضي عندما انشقت المرشدية عن الطائفة العلوية، ونصبت سلمان المرشد مرجعا روحيا لها. نشأت الطائفة في قرى مرتفعة بريف اللاذقية وريف حماة الغربي وحمص، لكنها سرعان ما وجدت نفسها في عزلة تامة، حيث فضلت التقية والانغلاق خوفا من ردة فعل غاضبة من الطائفة العلوية على انشقاقها، وتعرضت لغارات متكررة من العلويين أسفرت عن مقتل العديد من أبنائها. ولكن التحدي الأكبر جاء من الأغلبية السنية التي حملتها مسؤولية إعدام سلمان المرشد في الأربعينيات بتهم مثل ادعاء الألوهية وارتكاب جرائم، وذلك في عهد الرئيس السني شكري القوتلي. وذكر الدكتور غالب العواجي في كتابه فرق معاصرة أن المرشدية طائفة من غلاة النصيرية ظهرت في عهد الاستعمار الفرنسي برعاية الاستعمار، وأدى قائدهم الألوهية. فمن هو سلمان المرشد، وما قصته الغريبة؟ كل شيء بدأ مع سلمان المرشد المولود عام 1907 في قرية جوبرغال السورية.
كان مجرد راع صغير عندما تعرض لحادث غامض غير حياته بالكامل. لاحقا أصبحت شعبيته تتزايد بين أبناء عشيرته بني غسان، حتى اعتبره البعض نبيا أو قائدا روحيا. لكن قصة سلمان انتهت بمأساة، حيث أعدمته السلطات السورية عام 1946 بتهم شملت تشكيل ميليشيات عسكرية وادعاء الألوهية، ومع ذلك استمرت دعوته مع ابنه مجيب المرشد. بعد وفاة سلمان قاد الدعوة ابنه مجيب الذي أعلن العقيدة المرشدية عام 1951، لكن مصيره كان مأساويا أيضا، حيث اغتيل بعد عام واحد فقط، ثم انتقل زمام الأمور إلى أخيه ساجي المرشد الذي حافظ على استمراريتها حتى وفاته عام 1998. ما يميز ساجي هو أنه لم يعين خليفة له، مما أدى إلى تبني المرشديين مفهوم غيبة الإمام، حيث يؤمنون بأن الإمام لم يمت بل غاب وسيعود في الوقت المناسب. أبرز ما يميز المرشدية هو أسلوب عبادتهم المختلف تماما. أولا، الصلاة لا تفرض على أحد، بل تبدأ بسؤال الملقن الشاب إن كان يريد الانضمام للدين بعد سن 14 عاما. ثانيا، في صلاتهم يقولون: اللهم إني نويت أن أصلي هذا الوقت اتجاها نحو الذات، يليها تمتمات خاصة وسجود وفق رغبة المصلي. يحتفل المرشديون بعيدهم الوحيد عيد الفرح في ذكرى إطلاق الدعوة، ويستمر ل3 أيام. حتى الموت لديهم يحمل معنى مختلفا، حيث يرون أنه انتقال إلى مكان أفضل. تعزيتهم فريدة من نوعها، إذ يقولون: أحسن الله خلاصه، ويرد أهل المتوفى: شكرا لك. اليوم يتراوح عدد المرشديين بين 300,000 إلى نصف مليون شخص، يعيشون في مدن سورية مثل اللاذقية وحمص ودمشق وحماة. ورغم عدم اعتراف الحكومة السورية بالمرشدية كدين مستقل، إلا أنهم يحافظون على وجودهم في مجتمع يعترف بهم رسميا كمسلمين. اختارت المرشدية الانغلاق والتقية كوسيلة للبقاء في مجتمع يعادي أي اختلاف. لم تعلن أفكارها الدينية، وربما كانت تخشى الانتقام من جميع الأطراف، سواء العلويين الذين اعتبروها خيانة أو السنة الذين رأوا فيها خروجا على الإسلام. ورغم ميولها الانفصالية، لم تستطع البقاء بعيدة عن السياسة، حيث وضع حافظ الأسد شبابه المجندين في الجيش في الصفوف الأمامية خلال حرب أكتوبر تشرين الأول 1973، حيث قتل الكثير منهم. كما استخدم حافظ الأسد الطائفة المرشدية رأس حرب في حربه على الإخوان المسلمين مطلع ثمانينيات القرن الماضي وفق شهادات. واستقطب رفعت الأسد بعض أبناء الطائفة في سرايا الدفاع، وهو تشكيل أحدثه لمواجهة شقيقه طعما في الاستيلاء على السلطة. المرشدية تعرضت للقهر الحقيقي من طرف الأسد الأب وشقيقه رفعت، وكان سببا في مقتل الكثير من شبابها في معاركهما مع الإخوان المسلمين وفيما بينهما. وقد اضطهد حافظ الأسد أتباع الطائفة المرشدية وعملهم بازدراء، حيث حرمهم من المناصب القيادية ومنع ضباطهم من تقلد الرتب العليا، عقابا لهم على مساندتهم شقيقه رفعت. ويصف مزدهر نعيس ما تعرضت له طائفته بالقهر الحقيقي، وقال إن الأسد الأب وشقيقه رفعت اتبعا معها سياسة العصا والجزرة، وكانا سببا في مقتل الكثير من شبابها في معاركهما مع الإخوان المسلمين وفيما بينهما، ولم يقدما شيئا مهما مقابل ذلك. واختارت المرجعية الروحية للطائفة الحياد في بداية الثورة السورية قبل 4 أعوام، حيث أصدرت تعميما غير معلن لأبنائها ببقاء كل عامل في الدولة ومنتسب للجيش في عمله، والابتعاد عن المشاركة في الثورة أو قتل أنصارها. لكن أجهزة مخابرات الأسد أرغمت شباب الطائفة على الاشتراك في قمع المتظاهرين وقتلهم من خلال تهديدهم بالاعتقال وتركهم لقمة سائغة للثوار وفق مصادر. كما انتهج النظام مع الجنود من أبناء الطائفة المرشدية سياسة الترغيب عبر منح 1000 ليرة يوميا لكل من يشترك مع قوات الأمن في قمع المظاهرات وفق روايات. ويذكر أن مخابرات النظام كانت ترسل الشاحنات في بداية الثورة لنقل شبان قرية كدين المرشدية لقمع المظاهرة في حماة وجبل الزاوية بريف إدلب، مشيرا إلى أنهم اضطروا للقيام بأعمال عنف لا يرضون بها ضد المتظاهرين. هذه الممارسات أغضبت الطائفة السنية ودفعت الجيش الحر لدخول أكثر من قرية في ريف اللاذقية والقصاص منهم، مما اضطرهم للفرار والنزوح. هذه الحوادث أفقدتهم السيطرة على شباب الطائفة. كما يقول كبراؤهم:
فخرجوا عن رأينا واشتركوا مع جيش النظام وأجهزته الأمنية وشبيحته في محاربة السوريين المعارضين. ومشائخ وكبار هذه الطائفة حملوا بزعمهم المعارضة السورية مسؤولية كبيرة في دفع الشباب المرشدي إلى حضن النظام من خلال اتهامها بعدم العمل بجدية على منح الأمان لهم وطمأنتهم على مستقبلهم ووجودهم في حال انتصارها وهزيمتها لبشار الأسد. لكن في المقابل أكد الجيش الحر أن أبناء الطائفة المرشدية شاركوا النظام في قتل السوريين منذ اليوم الأول للثورة، مشيرا إلى أن الثوار تحدثوا إلى وجهاء القرى المرشدية وتم الاتفاق معهم على منع أبنائهم من مشاركة النظام في ضرب المدنيين، ولكنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه واستمروا في المشاركة بقتل الثوار، وزادوا بأنهم راحوا يتجسسون على تحركات الثوار وينقلون للنظام معلومات عن تسلح الجيش الحر وأعداده، مما اضطر الجيش الحر لدخول قراهم ومنعهم من الخيانة وهم بين ظهرانهم.